بتاعت الضربة الركنية. هيلعب تاني أحمد شديد قناوي برجله الشمال عشان تبقى دائرية. تلعب على طول الضربة الركنية عالية فوق. أول أهداف اللقاء. نعم إنه أول الأهداف. لسه بقول لكم الهوا معاه والشمس وياه وجمهوره معاه دعاء. والياسو اللاعب المالي لاعب استاد مالي يسجل من ضربة ركنية أول أهداف اللقاء. 6 دقائق فقط احتاجها طه بصري واحتاجها النادي المصري ليسجل أول أهدافه، لينجح الياسو في إضافة رابع أهدافه هذا الموسم. سجل من قبل هدفين في لقاء واحد منهم من ضربة جزاء، سجل في الجونة من ضربة جزاء، والآن يسجل الياسو أحد أهم وأغلى أهدافه. نعم الياسو يسجل أغلى أهدافه، وفرحة جماهير المدينة الباسلة مدينة بورسعيد كبيرة. توقيت عالي جدا رائع جدا. بقول لكم مشكلة عبد الواحد السيد في التيك اوف يا جماعة، وإن كانت دي بعيدة عند عبد الواحد السيد تماما، دي على القايم القريب بل على ال6 ياردات القريبة، في حضرة وفي رقابة 3 لاعبين من الزمالك، لكن كلهم ورا، محدش طلع قدام عشان ياخد الكرة الأولانية. عطلته انه يكون فورمة. لما رجع كانت عنده إصابة. أحمد حسام ميدو مش موجود خلاص وبطاقته مش موجودة. سبحان الله بطاقة أحمد حسام ميدو لبست طاقية لخفة فاختفت واختفى معاها ميدو. من جديد الضربة الركنية على 2 سريعة جميلة. يا ولد يا ولد الله عليك الله عليك. هو الياسو هو بس هو ضربة راس صعبة على كل حراس الدنيا بضربة ركنية مثالية يلاقيها الياسو بضربة راس في نفس التوقيت. سبحان الله وكأنه على موعد مع الرقم 5. سجل في الشوط الأول برقم 5 وهو رقمه 5. يسجل الياسو بعد ضربة ركنية بتكتيك على أعلى مستوى من عبد الحكيم إلى جديد بضربة راس للياسو. يسجل 5 أهدافه وتاني ثنائية لهذا الموسم. 2-0. نعم إنه الهدف الثاني بعد 5 دقائق من الشوط الأول و5 دقائق من الشوط الثاني لرقم 5. يسجل 5 أهدافه. يا لها من 5 وخميسة لبورسعيد والنادي المصري. الياسو يقابلها